الناس عمرها ما هتتأثر بيك يا مدير لو انت صوتك عالي او بتقاطعهم كتير في الكلام. فاوعى تخاف ابدا ان المدير اللي بيعلي صوته ده هو اللي هيفرض رأيه ويسيطر على اللي حواليه. الناس مش أغبياء وعارفين كويس قوي ان الصوت العالي ده بيستخبى وراه ضعف معين في شخصيته او في ثقته في نفسه، واحيانا كتير كمان بيخبي ضعف خبرته وكفاءته في ان هو يعلي صوته. فالمدير المؤثر بيعمل عكس كده تماما، نبرة صوته بتكون أهدى، كلامه بيكون أبطأ، بيسمع وبيسأل أكتر ما بيتكلم، وحتى لو كان الرد بتاعه جاهز هو ما بيستعجلش إن هو يرد، بيتقل كده شوية. الثبات ده بيدي رسالة خفية للي حواليك اللي انت شخص مسيطر على نفسك، وهنا بيتبنى أول طوبة في ثقتهم فيك وفي طريقة قيادتك. فخطوة عملية تقدر تعملها من النهاردة، خليك كده الاجتماع الجاي آخر واحد بيتكلم، واسمع واسأل أكتر ما بترد، وحتى لو ردك جاهز اتقل شوية في ردك. وقتها الناس هتبدأ تثق فيك، وانت نفسك هتلاحظ ان تأثيرك وحضورك بيتضاعف من غير ما تبذل أي مجهود.